متحف للصناعات الحرفية المغربية، شهد عمليات بيع وعتق للعبيد، واعتاد قاطنوه على رؤية سفن القراصنة. أماكنه وأزقته لم تسع إلا النخب والدبلوماسيين. شارع القناصل بالرباط مزار سياحي تاريخي واستراتيجي. أصل التسمية يعود إلى فترة الحماية الفرنسية، حينما كان الشارع حسن التبليط يضم دار قناصلة السويد والدنمارك وفرنسا، ومساكن للنخبة والدبلوماسيين الأجانب. أما تاريخ الأزقة فيعود لحقبة أقدم بكثير. يعتبر هذا الشارع من أهم ومن أول الشوارع التي تم تخطيطها في عهد الدولة الموحدية، عهد أول تخطيط وأول شبكة حضرية بالضفة اليسرى، ما يعرف اليوم بمدينة الرباط. كان يمثل الجزء الغربي الذي كان يربط ما بين الباب الكبير ديال قصبة لودايا، آنذاك كانت تعرف بمدينة المهدية، إلى باب تادلة أو باب الحديد الذي يعرف اليوم بباب زعير. أصبح كذلك شارع من أهم الشوارع المهمة في العهد الماريني، وخاصة في القرن السابع عشر اكتسب هذا الشارع أهمية كبيرة بعد أن أصبحت المدينة الأندلسية، يعني داخل السور الأندلسي، المدينة الجديدة التي أسستها آخر الهجرات الأندلسية بمدينة الرباط. يهود ومسلمون اصطفوا على جانبي شارع القناصل، استعرضوا بضاعتهم الحرفية واليدوية الأصيلة، خاصة المنتجات الجلدية والزربية الرباطية التي ما تزال تغري السياح بالتردد عليه، رافعين أبصارهم معظم الوقت انبهارا بالنقوش الخشبية والجدران المزخرفة. هذه الأهمية ديالو اكتسبها من الموقع الجغرافي الذي يمتاز به هذا المكان، اللي هو موقع عنده علاقة بالضبط القرب ديالو من الميناء، سواء في العهد الموحدي أو العهد الماريني أو العهد الموريسكي، خاصة في القرن السابع عشر، وكذلك في العهد العلوي الذي أصبح في عهد سيدي محمد عبد الله ميناء مدينة رباط الفتح من أهم الموانئ اللي كيمتاز بها المملكة المغربية في القرن الثامن عشر. شارع القناصل تراث إنساني عالمي يحرك وجدان وحواس زوار عاصمة المملكة. منذ خطواتهم الأولى في الشارع تنبعث رائحة الجلد والغراء على طول الزقاق، حتى بلوغ نهاية السير المطلة على محيط أطلسي يسافر بمن ينصت لأمواجه إلى ماضي الجهاد البحري والفن الدبلوماسي. شارع القناصل يمثل وجهة من أهم الوجهات والقبلات التي يتجه إليها السائح الذي يزور مدينة رباط الفتح، سواء كانت السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية.